السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مرتاحين حبايب قلبي، ان شاء الله الكل بخير. حبايبي العزاز، اليوم اريد احكي بموضوع مهم، موضوع المقاطع اللي انزلها، اللي مالت الماكينة، مال ماكينة التقطيب، ومقطع مال الدريلات، ومقطع مال ابو العودان، ومقطع مال السيم، هذا مالت الاقفاص، وهاي مالت الشناقل نفسها هسه هذا السيم. تمام حبايب قلبي؟ حبايب قلبي، انا ما ابيع عودان ولا ابيع سيم ولا احور مكاين، ولا عندي مثلا مجمع وابيع ذن يعني الشغلات الكترات والدريلات. انا مجرد جاي اقول لك انه هذا السيم، هذا السيم تلقاه بفلان مكان، تلقاه عند هذول اللي يبيعون مثلا مواد انشائيه، اللي يصلحون مثلا سيارات، اللي جاي يدليك المكان وجاي يعطيك المعلومات عن هذا السيم. انا ما اعرف يعني المكان مالته بمحافظة تكوين، انت اللي تخابرني من الموصل، انت اللي تخابرني من بغداد، يعني انا شو مديني لبغداد وش عرفني ببغداد وين يبيعون هذا السيم؟ انا ما متضايق من عندك ولا متضايق اذا انت اتصلت بي، بالعكس افرح والله، بس انا ما اعرف يعني شو اسمه، انه هم محافظتك وين يبيعون سيم، وين يبيعون عودان، وين يسوون هاي المكاين، وين يحورون، ما اعرف. انا جاي اقول لك على المعلومات. يابا هذا العود اليوم، هذا العود عود 5 ملم، عود نظيف تمام وبيه احجام، وهاي اسعاره خوش. وهذا الموجود اللي عندي بالناصرية، اصور لك اياه ونزله، هذا موجود عندي. تروح انت تخابرني، الو السلام عليكم، انا من صلاح الدين، وين يبيعون عودان؟ زين انا ايش مدري وين يبيعون عودان؟ اعطينا رقمك، ما عندك توصيل؟ انا ابو توصيل، اني مثلا ابيع عودان، نزلت لكم يوم من الايام انا شايل لي شليف مصوره، قلت لكم يابا عندي هاي العودان وعندي توصيل للمحافظات. انا توصيل الاقفاص مالتي ما عندي احد يوصل يعني، وما احب شو اسمه اتفق ويا شركه وتعال هو قفص كله ب20,000 ب30,000، الشركه يعطونك حسب ما سألت يعطونك الفلوس ورا 10 ايام. زين انت شو تستفاد من عنده بعد اذا هيجي؟ فحبايب قلبي اترجاكم لا حد يخابرني ويقول لي وين يبيعون عودان وين. زين الماكينه نزلت لكم اياها واعطيتكم التفاصيل مالتها من البدايه للنهايه، وقلت لكم الولد اللي سواها صاحبي سوالي اياها وبعد ترك هاي الشغله ما يشتغل. يخابرني واحد يقول لي بلا زحمه عليك، ما تعطينا رقم صاحبك؟ زين هسه انا هذا شرد علي، شو اقول له؟ اقول له ما اعطيك الرقم؟ يزعل يقول ها انت ما تعطينا الرقم. زين فحبايب قلبي شوي على كيفكم ويانا، وتحياتنا لكم، واسف على الانقطاع الطويل اللي يعني بسبب دراسة وبسبب العمل ما جاء يصير عندي مجال وانزل لكم مقاطع. الله شاهد، هذا القفص شوفوه صار له قد عندي لهسه ما مبيوع. هذا القفص صورت لكم اياه تذكرونه، صبغته ورتبته، نزلت مقاطع عنه هواي. وشكرا لكل المتابعين، وشكرا على الدعم اللي جاي يصير بالقناة، والقناة جاي تصعد. وتحياتنا لكم حبايبي، وان شاء الله بوقت الفراغ انزل لكم مقاطع تعليميه، وانزل لكم افكار، وانزل لكم شغلات اللي تحتاجونها، وانا بخدمتكم وحاضر لاي سؤال تسالوني اياه. وتحياتنا لكم وشكرا جزيلا حبايبي.